اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا دي كده كلها؟ النهارده بقى عندنا عزومه صغننه كده ومحندقه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي قبل الفطار بساعتين. قبل الفطار بساعتين يا ام ياسين اقول لك وهتعملي عظمه العظمه. اول حاجه هنا هنعملها مع بعض، هنعصج اللحمه. حط كده سمنه كده على النار كده عشان ايه تسيح، ونحط فيها البصل اللي احنا فرمينه وهنعصج بيه اللحمه. انا بحب البصل اللي انا بعمل بيه تعصيج اللحمه ما يبقاش واخد لون، يبقى البصل بتاعي بس كده دبلان بس فقط لا غير. هنا بقى انا بسيح اللحم، هنا بسيح السمنه يا حبايبي عشان انزل عليها بالبصل المفروم. بصل مفروم فرم متوسط في الكبه، مش فرم ناعم، فرم متوسط. وكل سنه وانتم طيبين. بنزل كده بالبصل اللي انا فرمته كله في القلايه بتاعتي، وافضل بقى ايه اقلب فيه كده يمين وشمال. انا عايزاه يا دوب يعني ايه يتشوح في قلب السمنه اللي احنا حاطينها ويدبل كده. انا بحب وانا بشوح البصل بتاع التعصيجه بتاعه اللحمه ابهره. التبهيره بقى اللي انت عايزاه، يعني بمعنى الفلفل الاسود ده اساسي في اي اكل اصلا. يبقى نحط فلفل اسود، بهور لحمه. لو عندك مثلا كبابة صيني مطحونة حطي، عندك قرفة حباها حطي رشة بسيطة، رشة جنزبيل صغيرة كده. يعني الحاجات دي كلها بتدي تطعيمة للأكل تحفة. ولو عندك بلح جوز الطيب رشة بسيطة بس كده، ما تكتريش. ماشي. وهمسك بقى ايه البصل مع البهارات اللي احنا حطيناها، اديله تشويحة على النار. دي بتفرق كتير 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 في الطعم، بتفرق كتير في الطعم يا حبايبي. افضل بقى اقلب كده في البصل لحد ما ياخد التشويحه التمام مع البهارات. بيبقى الريحه بقى مش قادره اقول لكم. لو لسه ما حطيتيش اللايك حط اللايك والاشتراك. وشكرا ليكم يا بنات على المتابعه، وشكرا لحبايب قلبي اللي دخلوا عندي جداد في القناه. ونفضل بقى نقلب كده في البصل تقليبه تمام. بصوا البصل اللي احنا حطيناه ابتدى يدبل بس ما ياخدش لون، يدبل. هنزل عليه باللحمه اهو. شوفوا اهو دبل اهوت وزي الفل. انا عايزاه يدبل بس مش عايزاه ياخد لون. طب البصل اللي انت هتعصجي بيه اللحمه يا ام ياسين قد ايه؟ قد اللحمه اللي انت هتعمليها حطي قدها بصل. يعني مثلا لو نص كيلو حطي نص كيلو من البصل، ربع كيلو من البصل. ليه بقى؟ اول حاجه بيزود معاكي الكميه، تاني حاجه بيدي تسكيره للاكل وطعم حلو. ماشي. انا هنا حطيت اللحمه بتاعتي على البصل، وافضل بقى اقلب فيها كده لحد ما لونها كده يتغير، يجي اللون البني كده، يبقى هي كده دخلت على السوا. ماشي يا حبايبي. وافضل بقى اقلب فيها كده. حابه تزودي في المرحله دي شويه فلفل اسود، انا زودت. حابه تزودي شويه فلفل اسود عشان خاطر اللحمه. احنا بهرنا الاول البصل، هنبهر بقى اللحمه بتاعتنا بايه؟ بشويه من الفلفل الاسود. وطبعا انا هحط لها الملح بتاعها بس مش دلوقتي. الملح ده بنحطه في اخر مرحله خالص، لما تتشوح كويس واحس ان هي خلاص استوت وبقت تمام التمام، احط لها الملح. اظبط بقى الملح بتاع اللحمه. افضل اقلب فيها كده لحد ما البصل واللحمه يتجانسوا مع بعض ويبقوا حاجه واحده، ما تبقاش البصل ما يبقاش باين من قلب اللحمه. هنا بقى كان خلاص اللحمه بتاعتي دخلت على سوا. سبتها، هديت عليها النار وسبتها ايه لما اجيب الفراخ بقى بتاعتنا ان شاء الله نحطها فين في الصينيه. شفتوا بقى قيمه التفريزات يا حبايبي بتنجزكوا ازاي؟ بتنجزكوا لما بيكون عندكم عزومه على فجأة. طلعت طبعا هنا اطباق الفراخ بتاعتي دي طلعتها من بالليل، طلعتها على الرف لما فكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احطها بقى في الصينيه زي ما انت شايفه، وهديها غلوه واحده بس على النار. غلوه واحده بس يا حبايبي على النار، لاني انا هدخلها الفرن تكمل التسويه بتاعتها.
والطعم بقى مش قادره اقول لكم حاجه كده تمام تمام روعه، كانك جايباها من عند الحاتي بالظبط. لو لسه ما حطيتيش اللايك حط اللايك. لسه ما فهمتيش قيمه التفريزات؟ التفريزات مش عشان نوفر فلوس او حاجه، لا، التفريزات علشان خاطر توفري وقت ومجهود. لو انت عندك ولادك بتوديهم دروس وبتوديهم و- وبتخرجي معاهم مثلا في دروس وبتتاخري بره، هي دي قيمه التفريزات، بتنجزك بس في الوقت فقط لا غير. حلوه جدا والله يا بنات. هنا بقى اللحمه بتاعتي هديها تقليبه كده تمام، ماشي تمام كده. وانا هنا في المرحله دي كنت حاطه لها الملح ومظبطاها، هي كده خلاص استوت وبقت زي الفل. هنقل بقى ايه لا الفراخ بتاعتي دي على العين دي عشان تاخد الغلوه التمام اللي انا عايزاه. ماشي. لو لسه ما حطيتيش اللايك حط اللايك والاشتراك والكومنت الجميل كده من ايديك. ارفعي يا حبايبي مستوى الفيديوهات عشان باللايكات والتعليقات، عشان خاطر الفيديو يتشاف على اكتر عدد ممكن من متابعينا الحبايب، حبايب قلبي، من اللي بيتابعونا ان شاء الله على القناه. واللي بيتفرج على القناه ما بيعملش اللايك والاشتراك، لا، فضلا وليس امرا حط اللايك وحط الاشتراك. هنا بقى هنعمل رز بسمتي. الرز البسمتي بطريقه سهله وبسيطه خالص خالص خالص، وهتاكلي احلى رز بسمتي ممكن تاكليه في حياتك، واحلى من اللي بتجيبيه من المطاعم كمان 1000 مره. هنا حطيت الحله على النار. هنا انا بوريكم ان انا هحط بصلتين في الرز البسمتي بتاعنا. احط كده سمنه كده محترمه اهوت، حطيت سمنه كده محترمه على حبه من الزيت. طبعا احنا عارفين السمنه بتدي طعم، الزيت بيفلفل الرزايه. ماشي اهو زي ما انت شايفه. استنى بقى لما السمنه بتاعتي تسيح هي مع الزيت، وهنزل عليها بالبصل اللي انا فرموه في الكبه. ماشي يا حبايبي، سهله وبسيطه خالص، ما تصعبيش المطبخ على نفسك، المطبخ سهل وبسيط وجميل والله. انت لو حبيتي الطبخ هتحبي المطبخ نفسه. هنا بقى بنزل بالبصل اللي انا فرموه فرم، ولا ناعم قوي ولا خشن قوي، متوسط متوسط يا حبايبي. هنا بقى هقلب البصلايه مع السمنه كويس. هنا بقى في بعد ما اقلبه بقى كده، انا كنت اما تيجي بس الحته دي هقول له، شايفاكي اللي ما حطيتيش اللايك تتفرجي عليه ما بتحطيش اللايك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنا بقى الرز البسمتي انا كنت غسلاه ومصفياه من الميه خالص تماما، ناشف من الميه. طبعا الرز البسمتي ده على حسب بقى انت بتجيبي، على حسب ما انت عازمه، انت فاهماني. ما تكتريش في الاكل عشان خاطر لما بيقعد تاني يوم الولاد ساعات ما بيرضوش شكلهم. يعني العزومه يعني ظبطي كده وكتري فيها، يعني زودي فيها شويه، انما ما تزوديش زياده عن اللازم. ماشي. هنا بقى ايه، همسك بقى البصلايه بتاعتي كده اديها تشويحه تمام التمام التمام زي ما انت شايفه كده اهو. انا عايزه البصلايه بتاعه الرز دبلانه، مش واخده لون، دبلانه مش واخده لون. احنا ما بنعملش رز السمك، الرز بتاع السمك اللي هو بياخد لون. هنا بقلب بقى في اللحمه بتاعتي كده، بديها تقليبه كده. انا عايزاها تبرد، انا عايزاها تبرد، اني هعمل بيها حشوتين محترمين ان شاء الله، انتوا هتشوفوا حاجه كده تحفه يا بنات، تحفه تحفه. هنا بقى ايه، اللهم صل على النبي. هنا انا بجيب بقى البهارات الحلوه الجميله اللي احنا هنحطها. عارفين الليمون اللي انا بوريه لكم ده الليمون ده انا مجففاه في البيت، مجففاه يا حبايبي في البيت، سهل وبسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه. حطيت كده ليمونتين، وهنحط بقى بهاراتنا. انت بقى في المرحله دي تحطي بقى ايه،
اللهم صل على النبي. انا هحط مكعبين من المرقه، مكعبين من المرقه. اي حاجه بحطها بفضل اقلب كده، بديها تشويحه مع البصلايه. هنا بقى بحط ورق لورا، وبنحط كمان مكعبين من المرقه. لو مكعبين من المرقه، لو عندك مرقه فوريه حطي ظرفين. هنا انا بحب احط المكعبات. ماشي. وهتحطي كمان بهار الرز البسمتي بتجيبيه من عند العطار، تحفه. اللهم صل على النبي. وتحطي كمان بهار فراخ لو عندك. حابه تحطي جنزبيل، حتى تحطي جنزبيل حطي رشه. انا حطيت رشه من الجنزبيل كان تحفه، ورشه من القرفه لو متوفره. مش متوفره، او لو متوفر عندك العيدان حطي عود صغير مع الرز. امسك بقى بظهر المعلقه وافضل ادوب مرقه الدجاج مع السمنه، عشان خاطر ما تبقاش متكتله في الرز، وتيجي تاكلي الرز يبقى حد يجي ياكل الرز يبقى حادق في بقه كده، تيجي تحت اسنانه حته مرقه تبقى حادقه، ما تبقاش ظريفه. لازم تدوبيها كده مع السمنه بظهر المعلقه. هنا بقى بمسك الرز بتاعي اشوحه زي ما انت شايفه كده، افضل اديله تقليبه يمين وشمال اهو. طبعا الرز البسمتي بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طالع مستوي جدا وطعمه خرافه. بسم الله ما شاء الله. انا بسجل لكم كده تاني يوم، انا بسجل الفيديو ليكم تاني يوم. بصراحه خرافه خرافه خرافه، كان طعمه جميل جدا وحلو. اللهم بارك اللهم بارك. انت هنا بقى ايه بتظبطي بقى. انا ما كنتش حطيت البهارات اللي قلت لكم عليها دي في الاول، بحطها على الرز دلوقتي تشويح كده. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الرز البسمتي كوبايه الرز بتاخد كوبايتين من الميه. الرز البسمتي بياخد كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين من الميه عشان يطلع معاكي مستوي وما يبقاش ناشف. قله الميه بتخليه مش مستوي وناشف شويه، انما انت ما تحطي له معيار الميه مظبوط هيطلع معاكي مستوي جميل جدا. وبسم الله ما شاء الله تاكلي من اول معلقه لحد اخر معلقه. هنا بقى ايه اللهم بارك اللهم بارك، شوحته كويس بالبهارات بتاعتنا. نشوف بقى احنا هنعمل ايه في المرحله اللي جايه. مش بقولك عزومتنا سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه خالص. ما فيش اسهل من ان انت تعملي عزومه سهله. ما فيش قبل الفطار بساعتين، منجزه مش صعبه، ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش مجهود. لو انت عندك الحاجه موجوده في البيت وانت عامله حسابك ان انت هتعملي مثلا العزومه هتعملي فيها كذا وكذا كذا، يبقى انت رتبتي نفسك ان انت هتعمليها، غير ما انت ما تكونيش مرتبه اي حاجه خالص. اي حاجه خالص دي بتاخد معاكي وقت ومجهود جامد. ماشي. هنا بقى كنت انا عملت الجلاش بتاعي. المقطع ده انا ما اتصورش، كان التليفون كان فاصل. هنا بقى الجلاش انا بسقيه بلبن لا اما بشوربه. انا حطيت مج من اللبن على اللهم صل على النبي على صاج الجلاش بتاعي، وبفضل اشرب الجلاش باللبن. طب انا ما عنديش لبن يا ام ياسين وعندي شوربه، بقى مج من الشوربه تحطيه عليها. انا ما بحطش بيض، انت حابه تحطي بيض تضربي بيضايه مع كوبايه اللبن، دي حاجه ترجع لك انت. بس انا ما بحطش بيض خالص، بحس ان هو بيزفر الجلاش. طبعا دي حاجه كل واحد وذوقه في الاكل. هنا بعد ما حطيت عليها كوبايه اللبن وشربتها كويس، كنت حطيت عليها سمنه. هنا بقى كنت عامله سمبوسه باللحمه وسمبوسه بالجبنه، وعملت كمان بطاطس محشيه باللحمه المفرومه. طبعا عملتها ازاي؟ قورت البطاطس اديتها تشويحه في الزيت وسبتها لما بردت وحشيتها. هنا كنت لفيت السمبوسه بتاعتي وظبطتها. هنا بقى هنسوي البطاطس. هنا سويت بقى الفراخ وسويت الجلاش وطلعتهم كده وغطيتهم. طب انا هسوي البطاطس ازاي؟ كوبايه ميه مغليه، حطيت فيها مكعب من المرقه، حطيت فيها معلقه صلصه بوريه اللي هي الصلصه المعلبه العاديه، وهتقلبي كل الكلام الحلو الجميل ده كله مع بعض، مع رشه بسيطه من الفلفل الاسود
وتقلبي كل الحاجات الحلوه دي كده مع بعضها، وتحطيها على البطاطس وتدخليها جوه الفرن. طبعا البطاطس اللي طلع من التقوير احنا ما رميناهاش. طب عملتي فيها ايه يا ام ياسين؟ حطيتها تحت البطاطس بتاعتنا المحشيه، ورصيت بطاطس المحشيه بتاعتنا عليها. هنا بقى هدخل البطاطس في الفرن. هنا بقى بعد ما الاكل بتاعنا ما خلص يا حبايبي، قدمته معاكم اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملنا رز بسمتي، عملنا سمبوسه، عملنا جلاش، عملنا فراخ مشويه، والاكل بقى تحفه 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 تحفه، مش قادره اقول لكم. هنا انا بوريكم منظر الاكل جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. لو عجبتك بقى الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده، ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا. حطوا اللايك والاشتراك. سلام عليكم.